دما وخشبة حموش وبينار وبنغاني بودكاستا بكردي ونجارة كتيب خير هاتن وخلقة كنو جوي بودكاستي ميفاني خلقا من إيرو بريز رامي عبد الرحمن رامي عبد الرحمن بخوا ريفبري روانقها السورية يامي ما في مروفانا إج بريطانيا أو جيل فيدم مرايا براستي خلقا كتايبة جبر رولاوي وروانقها ويا ما في مروفا بر برفانیا دوزا کردی دا دوزا همو خلکین سوری ایگو بیدنگ ایگو بن پیکرنا گول دجی واتی کرن او هر دنگی راستیه بو جبولو ما اف خلقات هيبت في شكر استاذ رامي عبد الرحمن اهلا بك ضيفا عزيزا على منصة بكردي بودكاست قلكي بخيراتي. أهلا بكم وشكرا لك على الاستضافة. استاذ رامي حقيقة يعني أنا صادفتك على الرغم من المنصة هي كردية لكن نظرا أن الكرد بشكل عام يقدرون كثيرا الجهود التي تبذلها شخصيا والمرصد السوري لحقوق الإنسان منذ أيام حكم البعث وإلى تاريخ اليوم في أن تكون صوتا لكل يعني المظلومين وصوت لأولئك الذين يتعرضون للقمع والانتهاكات في سوريا وخصوصا الكرد وقضية الكردية في روجافاي كردستان. لهذا ستكون ضيفا عزيزا على مشاهدي منصة بكردي. بداية سوف أسألك حول الوضع الحالي في سوريا. كما نعلم هناك تصعيد خاصة في الملف الإيراني وهناك إصرار من إدارة ترامب باستخدام أحمد الشرع كدور وظيفي في محاربة حزب الله في لبنان. ورأينا في هذه الفترة تحركات زيارة لعون الآن إلى أمريكا وقبلها الزيدي رئيس وزراء العراق ولقاء بالشرع في ظل في الجانب الآخر تخوفات إسرائيلية لعدم الثقة بهذه السلطة سلطة الشرع الميليشيا وميليشياته الراديكالية إضافة عدم رضا تركي عن هذا الدخول. برأيك هل هناك إمكانية بأن سلطة الشرع تدخل في لبنان في ظل تعقيدات هذه اللوحة التي تحدثنا عنها؟ نعم، أولا تحية طيبة لك وللمتابعين الكرد والعرب ولكل المكونات السورية. نتحدث بعجالة عن الوضع السوري العام وبعد ذلك نعود التركيز على الملف الكردي بشكل أساسي. بالنسبة للدخول إلى الأراضي اللبنانية، هل تحدثنا عن هذا الأمر سابقا عندما بدأت الهجمة البربرية ما يعرف بالفتوحات التي سماها وزير الأوقاف الذي لم نعد نشاهده إعلاميا كثيرا، والذي كان هو بالأساس مدرس وهو شيخ أبو محمد الجولاني عندما كان يتردد على مسجده في دمشق، وقال الرجل بأنه من مسجده كان هو من يتحفز كان ويذهب لقتال الأمريكيين في العدوان الأمريكي على العراق مثل ما قال الرجل في أحد مقابلاته. نعود إلى موضوع يعني عندما ذكرنا حينها عندما بدأت الغزوة البربرية ضد شمال شرق سوريا وضد الشيخ مقصود، حينها قلنا بأنه طلب من قصد أن تكون رأس حربي لقتال الميليشيات الشيعية في العراق أو ما تعرف بفصائل الحشد الشعبي العراقي مثلما أراد يعني توم باراك أو غيره. رفضوا قصد أن يكونوا رأس حربة في هذا الأمر لأن لا علاقة لهم به. فكان الأمر بأن توم باراك على ما يبدو صديق أردوغان وصديق الأتراك، وأيضا ترامب قال بأنه صديق أردوغان وصديقه الذي وضع الشرع. نعود إلى الأمر لاحقا. رفضوا، فأوكل الأمر لمن؟ لأبو محمد الجولاني، لأحمد الشرع. ليكون أبو محمد الجولاني يستطيع قتال هؤلاء يجب أن يسيطر على تلك المناطق. طيب، هو أبو محمد الجولاني يستطيع أو هو قادر على الرفض؟ إذا ما كان ترامب ردد ليلا نهارا فقط، ليلا نهارا فقط، مثل هذا كان بسوريا بزمانه في حمام مكتوب عليه يفتح ليلا نهارا فقط، ليلا نهارا فقط. الرجل يذكرنا يقول أنا وضعت
هذا الرجل هنا. هذا. مهم. وآخرها قال بتركيا أنا وضعت هذا الرجل هنا. قال أن الجولاني أو أحمد الشرع الرئيس العظيم الكيوت الجميل الحليوة اللي أيوة. هو وضعه هون، بده الرجل يقاتل حزب الله ويجتاز حزب الله من لبنان، وهو يعرف ولديه خبرة بتنفيذ عمليات دقيقة. طيب تنفيذ عمليات دقيقة معناتها أنتم بتعرفوا تاريخه من العمليات الدقيقة، معناتها الرجل لا كان مطلوب لكم ولا شيء. الرجل كان هو عميل لكم، ما بعرف شو اللي كان لكم، يعني بالنهايه متعامل معكم الى ان اوصلته الى الحكم في سوريا. طيب هو حزب الله، هو ان يدخل الى لبنان. طيب دخل لبنان، أين السيادة اللبنانية التي كنا نتحدث عنها؟ ما نحن كنا من طلاب السيادة اللبنانية سابقا، عندما كان هناك قوات الجيش السوري في لبنان، الجيش العربي السوري الذي دخل ضمن قوات الردع العربي ودخل وبقي في لبنان كم سنة؟ بقي في لبنان نحو يعني من 1976 ل تقريبا 2005 طلع من لبنان. يعني حوالي كم سنة؟ حوالي يعني 30 سنة بلبنان. 30 30 سنة، سنة، حوالي 30 سنة ايه بقي بلبنان. 29 سنة، 29 سنة مزبوط. طيب اليوم انت اذا هذا كان مرفوض وبقي 30 سنة في لبنان، اذا بتدخل ابو محمد الجولاني والقوات السورية على لبنان، بتدخل الرئيس المؤقت احمد الشرع، الرئيس الكيوت مثل ما قال عنه ترامب، الرئيس الذي وضع من قبل الدول الغربية. طيب هذا الرجل اذا دخل على لبنان سوف يدخل على اساس طائفي، وسوف تشتعل حرب طائفية، وسوف يغذي الفكر الذي كان يقال عنه متطرفا. بجوز يطلع اخر شيء انا وياك عم نطالب بالديمقراطيه متطرفين، ويطلع جماعه تنظيم القاعده هم طلاب الديمقراطيه. مزبوط. يعني هي انا بالنسبه للغرب هذا الواقع بالنهايه. ايه طيب اليوم نحن بدي ندخل على لبنان، شو المقومات دخوله على لبنان؟ هل هناك موافقه من رئيس لبناني عون للدخول الى لبنان؟ هل هو موافقة من قبل يعني الكاثوليكي والأرثوذكسي والشيعي و إلى آخره والسني في الحكومة للدخول إلى لبنان؟ يعني ما هي الأمر بيتعلق بالحكومة اللبنانية دون موافقة الحكومة اللبنانية. يعني هي قوات احتلال سوف تدخل إلى الأراضي اللبنانية، إلا إذا اللبنانيين اللي عم يتغزلوا اليوم بمناقبية الجولاني. يا رجل الجولاني اختطف جنود لبنانيين، قال لك انا ما اختطفت. يا اخي ما انت اختطفت، ابو مالك التلي اللي كان معك اختطف. الجولاني نفذ عمليات قتل في لبنان، الجولاني نفذ عمليات تفجيرات بالحدود السوريه اللبنانيه، وقد يكون في لبنان هو وليس داعش. طيب كل هالشيء كان هو كيوت لهالدرجه، وكان حمام السلام احد عناصر جماعه السياده في لبنان في مقابله معه قال يعتبر الجولاني هو جيفارا الشرق الاوسط. أي بمعنى يعني إمكانية الدخول غير واردة إلا إذا كانت هناك مقاعدات أو بأوامر أمريكية. إذا ما أمر الشرع وأمر من لا يستطيع رفض طلب لأمريكا في المنطقة سيدخل ويعطى تبريرات، وقد يفجرون في دمشق، وبيقول لك حزب الله اللي فجر للدخول اللبنانية. ولكن الدخول إلى لبنان الأمر لم يعد والله فلسطينيا طلعوا من لبنان وغير فلسطينية. ستشتعل الحرب السنية الشيعية التي ستمتد إلى يوم القيامة، مثل ما قال لك دمشق لنا إلى يوم القيامة. مزبوط. لمين هي دمشق؟ دمشق للسوريين، ما لنا طوائف محددة. وهون الموضوع ستشتعل حرب سنية شيعية تنطلق شرارتها من لبنان ولا تنطفئ، لا نعلم أين في العالم، لأن بالنهاية سيتحرك العلوي التركي الذي بصورة أو بأخرى حتى لو لم يكن شيعي عم يحسب حاله شيعي، يتحرك الشيعي العراقي، قد يتحرك الشيعي الخليجي باليمن بواوا إلى آخره. بالنهاية أنت بتكون عملية إبادة وعملية ليس حزب الله، عملية سنية شيعية بتصير. لذلك ننصح السيد الرئيس المؤقت أحمد الشرع، بما أنه هو الآن براغماتي، وبما أنه هو ذكي وعنده دهاء ويستخدم أو قرأ الظاهر عن دهاء أحد الخلفاء سابقا جيدا ويقوم بذات الأعمال، أنه يستخدم دهاءه ويلعب على ترامب. مثل ما قال هذا شو اسمه حسن الدغيم، قال بنخلي أيوة. ترامب يتصل بنتنياهو ويبهدلوا بتنحل القضيه. بقى خلي هو يوعدوا لترامب يقول له تكرم عيونك،
إيه. ويبقى باطل بالأمر، هي. وبعدين يبعدنا عن حرب سنية شيعية لن تفيد أحد، وستحرق الأخضر واليابس في المنطقة كلها وليس في سوريا فقط. نعم. طبعا هاي براغماتية القاعدة الجديدة في سوريا. تماما بالضبط. سوف يعني أعود للملف الكردي تحديدا، كون لأن هذا تحدثت عن براغماتية أحمد الشرع وبين قوسين دهائه. برأيك هل نجح الشرع في إجهاض أو اختزال القضية الكردية أولا بالاتفاقية الناقصة باتفاقية 29 كانون مع قسد، إضافة إلى تعيينات الشرع لبضع مقاعد من الكرد، وليس باسم الكرد حتى باسم المناطق، يعني من المجلس الوطني الكردي والشخصيات قريبة منها. هل نجح في إجهاض القضية وشق الصف الكردي الذي كان كونفرانس وحدة الصف الكردي في 26 نيسان العام الماضي؟ نجح أبو محمد الجولاني بشق الصف الكردي بشكل كامل. لماذا نجح؟ لأن البيت الكردي اخترق. يعني اليوم أنت، احنا تحدثنا بعتقد قبل أشهر لما كنا ببرمنغهام بالندوة، قلنا الحل الوحيد وحدة الشارع الكردي. الانتفاضة الكردستانية التي لم يكن لها مثيل لم تستغل من قبل القيادات الكردية. توم باراك تآمر على الكرد، أردوغان صديق ترامب تآمر على الكرد مع ترامب، بيع الكرد. طيب اليوم يعني المجلس الوطني كثير من أصدقائنا يا أخي، شئنا ما بين رجل يعني في منظمين سياسيين. ما الذي حققتموه للشعب الكردي من خلال مقاعد في مجلس الشرع؟ في مجلس الشرع ما الذي تحقق للشعب الكردي؟ حتى الدكتور عبد الحكيم بشار اللي كان عرف عن حاله بالمجلس. طيب انت شو اللي تحققه للشعب الكردي اذا كان غالبيه المجلس رافض للاعتراف الدستوري بالكرد كمكون اساسي من سوريا؟ اذا عدد التركمان في المجلس هن اكثر من عدد الكرد في المجلس. مضبوط. طيب تمام، يعني شو بدك تحققه للكرد؟ حققنا بالكرسي، اخذنا الكرسي، انبسطنا بالكرسي، خذ الكرسي. طيب اليوم الشارع الكردي اللي كان منتفض انتفاضه كبيره، ليش معنوياته متراجعه؟ ليه خلص يعني سلم للامر الواقع؟ لانه بيتاثر كثير بالسوشيال ميديا، بيتاثر كثير بالاعلام العربي الداعم بسخاء للشرع. القضيه لا تحل في يوم وليله، اليوم قضيه في تآمر من قبل سلطه دمشق على الكرد. هلا الاداره الذاتيه وقعت اتفاق 29 يناير، الاداره الذاتيه هي اللي ارتأت او ضغط عليها بالاقليم، يعني بالنهايه وقع في يعني في اقليم كردستان بالنهايه في اربيل. هل حقق شيء للشارع الكردي؟ هو اوقف اراقه الدماء التي كان يقوم بها مهدد، الذي هدد ابو محمد الجولاني، هدد بحواره الذي لم يذاع على احد الفضائيات دون ذكر الاسم الان. هدد بانه هو ينفذ ولا يهدد. شو اللي تحقق للكرد؟ اجاني كم كردي مع احترامي للجميع، يعني كلنا بنعرف مين كان بده يفوز بالانتخابات، كلنا بنعرف انه كان بكوباني على سبيل المثال حيطلع صاحبنا شاهين، شو اسمه شاهين بعتقد، فرهاد شاهين، وحيطلع واحد عربي. راح طلعوا لك على التلفزيون انتخابات كوباني بينت انه كوباني لا كرد ولا شيء، بالنص عرب واكراد. مزبوط. ايه طيب شو اللي حققناه؟ شو اللي تحقق للشارع الكردي؟ ما تحقق شيء نهائيا. هناك من يتحدث بأن يعني كل هذه الاتفاقية وحتى قضية التعيينات في مجلس الشعب جرت بأوامر تركيا، لهذا يعني قولا واحدا قولا واحدا قولا واحدا قولا واحدا بأوامر تركيا. ومن هو مكلف بالملف الكردي الذي يفتخر فيه الأتراك بأنه وزير خارجية يتحدث التركية، أبو عائشة، هو المكلف بالملف الكردي.
برأيك يعني هل يعني من خلال حوارات مع يعني قيادات من الإدارة الذاتية ومن المجلس الوطني الكردي، الطرفين يؤكدون بأن يعني هذه الاتفاقية فرضت علينا، والمجلس الوطني الكردي بعض الأعضاء يقولون بأننا سوف نستطيع من خلال هذا المجلس الدفاع عن القضية الكردية وطرحها من خلال هذا المنبر. يعني ما رأيك؟ لا تعليق. لا. لا تعليق، لا تعليق، قولا واحدا لا تعليق. يا رجل، مين هو اللي قال لك الحكي؟ يا اخي دون ذكر اسماء، اللي انتم اعضاء مجلس الشرع، انتم بدي تحققوا شيء للشارع الكردي؟ والله لولا انتفاضة الشعب الكردستاني لما وقع الجولاني 29 يناير. خلصنا. الشعب الكردستاني الذي انتفض على مستوى العالم هو الذي وقع وأجبر الجولاني على توقيع هذه الاتفاقية، رغم من أنه يعني هي لا ترضي، ولكن بالنهاية أفضل الموجود. يعني هناك حديث عن أنه هذه الاتفاقية صحيح أن يعني بعض النقاط خاصة من الجانب العسكري وحاليا بعض الجوانب الإدارية، تعيين محافظ مدير منطقة ناحية، تتم يعني بين قسد و هذه السلطة المؤقتة. لكن يعني هناك ما زالت يعني باعتبار المرصد أحد أصوات وأعين الحقيقة في سوريا. في عفرين مثلا هناك الآلاف من البيوت ما زالت مستوطنة من قبل العناصر تلك الفصائل، عمشاد وحمزات وغيرها، ولا يستطيعون العودة المهاجرين العفرينيين. ملف سريكانية راس العين يعني ما زال لم يلمس أنا يعني حتى. تمام، كيف؟ ممتاز. خليني أكون معك واقعي. تفضل. رجعوا العالم على عفرين، ورجعوا العالم على راس العين، وماذا بعد؟ نعود إلى عهد البعث. ماذا بعد؟ أوكي، رجعوا العالم على عفرين، رجعوا العالم على راس العين، وبعدين طيب بعدين شو الحل؟ القضية الكردية هي لما صار أول حزب كردي بال 57 على ما أعتقد، مظبوط 57. كان من أجل يرجعوا العالم على عفرين وراس العين، أو من أجل تعيين مدير منطقة لا أكيد لا، أكيد لا. ومحافظ. وبعدين طول بالك، هذه عم تقول لك نحن كنا 3 بمجلس الشعب لما صارت دخل فؤاد عليك وعدة وعبد يعني الحميد كرد. كم واحد كان مجلس الشعب كرد؟ كم واحد كانوا؟ كان حوالي 10 11 يمكن. 10 ده من الأحزاب الكردية غير الكرد الذين رضى عنهم حافظ الأسد. السلطة حافظ الأسد كانوا 3 فقط من الأحزاب الكردية، وبقية من القريبين من حافظ الأسد. بغض النظر، اليوم أبو محمد الجولاني، اليوم أنت هذول إجوا بالانتخابات وحطوا المحافظ أسد وحزب البعث الأقصائي وإلى آخره. لما بيجيك واحد ما بعرف هذا شو اسمه دون ذكر اسمه هلا مشان ما نعطيه اهميه، عم بيقول لك انه قال لك صدام حسين قال السنه لن يفرطوا باحمد الشرع مثل ما فرطوا بصدام حسين. انت يا كردي فخور بصدام حسين اللي ضرب الاكراد بالكيمياء، اسلحه كيميائيه، واللي عمل معارك الانفال، واللي اباد الاكراد، انت فخور كثير فيه؟ أكيد لا. يعني إذا هو فخور الشعب الكردي يعني له رأي ثاني يعني بتوقع. طيب لما بيجيني اسعد الزعبي اللي حطوه بالقياده مستشار، طيب شو موقف اسعد الزعبي من الكرد؟ قال لك اليوم كنت عم تسمع على فيديو قال الكرد 3% اقل من التركمان واقل من الشركس. مظبوط. طيب هذا مستشار بالقياده. لما بيجيني انا مرهف ابو قصره، هو اللي عنده مثل يا اخي مثل تركيا عندها الكردي الجيد الموالي لها، وعند جماعه الجولاني الكردي الجيد اللي هو بيعتبر حاله اخوان مسلمين. هذا الكردي الجيد. انت برايك هلا يعني عفوا على عذرا على المقاطعه، يعني هل هناك استنساخ للتجربه التركيه في سوريا بالنسبه للقضيه الكرديه، بالنسبه للكرد بشكل عام يعني؟ والله يعني لا، النموذج القضيه التركيه يا اخي برديان انا يوم اللي كان في انتخابات بتركيا وطلع احزاب تمثل حزب يمثل الكرد وجاب اصوات كثيره بالانتخابات،
خلي بسوريا كمان يعملوا أحزاب كردية حقيقية ويكون انتخابات حقيقية، لا مجلس الشرع، مجلس شعب حقيقي يكون مهم. في احزاب، بعكس ما صاروا جماعه الشرع يروجوا قال لك ليش تعملوا احزاب، خليكم هيك عم تدافعوا عن الشعب. يعني ما ايه في حياه سياسيه. ايه خلينا اللي يصير انتخابات ونشوف الكرد ساعتها كم نسبه الكرد في سوريا الحقيقيه يا اخي. خلي مزبوط. يصير انتخابات على اساس مناطقيه، خلي الكوتا يختار الشعب السوري، ما تجيب لي واحد هو معارض لآل الأسد ولكن فكره بعثي أكثر من آل الأسد. مزبوط. هو بعثي صدامي، هو ضد البعثي الأسدي لأنه علوي، لكن بعث مزبوط. الصدامي لأنه سني، أنا مع البعث الصدامي مهم. بخصوص الملف الكردي. لذلك لو تصير مثل تركيا لما بس ما يجوا يحطوهم بالسجن مثل ما حطوا تركيا وبعدين بالسجن اللي الكرد اللي طلعوا بالانتخابات، مهم. يصير مثل تركيا ويصير انتخابات حقيقية، أهلا وسهلا. هلا يعني الحكم الفعلي في سوريا هو اللي. لكن المشكلة ليست بالجولاني، نعم. المشكلة بالحركات السياسية الكردية اللي انبسطوا. مهم. طيب عبد الحكيم بشار، انت كنت مؤيد للجولاني اول لما كان جبهة النصرة وما كنت تحكي عليه نهائيا، كنت علاقتك جيدة معه انت والائتلاف وما كنتوا والائتلاف ايه. تهاجموا الجولاني. والمجلس مزبوط. الوطني هذا شو اسمه الحكومة شو اسمه الحكومة الانتقالية والحكومة حكومة الوطنية كانت حكومة ايه حكومة المؤقتة حكم الحكومه المؤقته. ايه كان 24 ساعه بيهاجموا الجولاني وهذا سليم ادريس مزبوط. وغيره وكله كان يهاجموا الجولاني. إيه شو انتم ما يعني كله مسجل بالصوت والصوره، شو عم تضحكوا علينا انتم؟ يعني بتقديرك يعني كمان يعني كان هناك المشكله عدم رد. بالقوى الكرديه، المشكله بالقوى مهم. الكرديه، المشكله بالقوى الكرديه. والشعب الكردي يجب ان يتحرك بشكل حقيقي ويعمل وتخرج يعني حركات شبابيه كرديه منظمه، يعني من أجل أن يكون هناك حراك سياسي كردي، نصل إلى مرحلة يعطى الكرد حقوقهم التاريخية على أرضهم التاريخية، ما هن ضيوف وهن مواطنين معنا من 60 سنة مثل ما قال سعد السابي. مالي. يعني على أساس الكرد إجوا على سوريا هسه بعد حزب البعث ما استلم الحكم بسوريا. مهم. يعني هناك يعني عدم رضا من الشارع الكردي، يعني هناك أصوات من الشارع الكردي يعني هي غير راضية لا على المشاركة في هذا المجلس، ما يسمى بمجلس الشرع، ولا حتى الاتفاق اللي فرض على قسد طيب يعني. تمام تمام، مش نحن اليوم فضائيات عربية هي ضدك، اهم. وحتى يا سيدي بعض الفضائيات الكردية كمان ضدك مشان نكون اهم. واقعيين، اللي هي بطل التحكيم اللي صارت تتغزل بأحمد الشرع، وكل جماعة أحمد الشرع 24 ساعة لازم يحكوا رأي أحمد الشرع ونتغزل بهذا الرجل اللي هو ديمقراطي، ما كان يبارك مجازر داعش بحق الكرد وحق المكونات الأخرى. تركنا من الموضوع. اهم. أنت في عندك اليوم وسائل التواصل الاجتماعي استفاد منها من أجل ليس الشتم، من أجل أن يكون هناك حراك سياسي كردي حقيقي للمستقبل. يا أخي ترامب لن يبقى إلى الأبد. نعم. ترامب اللي امبارح يا اهم. أخي قال لك بين يعني مزح والجاد، قال لك أيوه. امبارح لما عم يكلم الفريق الاسباني بجوز كل واحد كان يهمس لهم، قال لهم شايفين أيوه. هذا اللي بسوريا نحن اللي حطيناه بسوريا، وهذا رئيس جميل له تاريخ مشرف من الديمقراطيه. ترامب حيروح ما حيبقى. أكيد. أكيد. تمام، مين داعم الجولاني؟ ترامب. لولا ترامب والله الجولاني ما بيقعد شهر واحد بالحكم. مضبوط. عم بيكررها دايمًا يعني مثل طفل لهيك على مصاب الشارع له. الكردي بنروح هنا للشارع الكردي، لا تيأسوا لا تيأسوا لا تيأسوا. هو عنده ماكينة إعلامية، أبو محمد الجولاني أحمد الشرع يعمل وفق الماكينة الإعلامية. تصور رجل أعمال عربي قال يا أخي شو بدكم ما تسمعوا بالإعلام الوضع بسوريا جميل ولا في عمليات أمنية ولا شيء. يا رجل حاجة تكذب يا رجل أعمال. إيه موجود تفجيرات كانت جنبك بالشام امبارح، اشتباكات بإعزاز، مضبوط. اشتباكات ببني زيد، اشتباكات ما بعرف هون، اشتباكات هون، يوميا في جرائم. اي استقرار وضع البنزين اللي جبتوه فاسد؟ اي استقرار؟ آآ
يعني إذا تحب توجه رسالة يعني رسالة ل للشارع ل ل الكردي، رسالة للشارع للكرد، الكردي. رسالة للشارع الكردي، للشباب الكردستاني الذي انتفض بشكل كبير جدا عندما يعني وصل الأمر إلى مرحلة إبادة أو مرحلة إقصاء للشعب الكردي والقيادات الكردستانية، وليست القيادات الكردية فقط. اهم. اليوم إن ضاعت الفرصة لن تعود ثانية من أجل أن يحصل الكرد على حقوقهم. لا نقول دولة كردستان، هذا الأمر يتعلق بالمجتمع الدولي، بل نعم. أقله أن يحصل الكرد على حقوقهم بكافة المناطق الموجودين فيها، والاعتراف الدستوري بالشعب الكردي واللغة الكردية. ليست يعني يا الله بدي يخلوا الأكراد يدرسوا لغتهم كيفيا. يعني اهم. مثل أنت عايش ببريطانيا مضبوط. وروح افتح مدرسة عربية، ما أنت جاي مهاجر وهم بيقول لك لا ما مشكلة، هاي مهاجر. خلص نحن منينا عليكم. يعني هذه هي يعني لذلك أقول التعويل على الشباب الكردي، على الشباب الكردستاني، التعويل على أصحاب الفكر الديمقراطي الحقيقي، التعويل على الإنسانية والمجتمع الدولي الذي يريد الآن أبو محمد الجولاني من أجل أن ينتهي من ملف اللاجئين، من أجل أن ينتهي من ملف ممر سوريا، وينتهي من ملف الشيعة، ليعودوا بنا إلى الذين يهيئون الآن اهم. فكريا يدرسون. لما بيطلع لي شيخ على المنبر بيقول لك القضية يا أخي ليست قسد والهجري، هذول رح ننتهي منهم قريبا، هذا الحكي قبل أشهر. يجب أن مضبوط. تدربوا أطفالكم على اهم. حمل السلاح، لأن المستقبل القادم الحرب الكبرى. حرب مع من؟ لما بيطلع لك عضو مجلس الشعب بيقول لك يجب القضاء على الروافض والنصيرية، هو عضو مجلس الشعب، خير إن اهم. شاء الله. طيب لما بيجيك واحد عامل لك غنية أنشودة بيقول لك قضينا على القصدية والأسدية، ما القصدية يا صاحب الأنشودة قضوا على تنظيم داعش الإرهابي أيها مضبوط. الإرهابيون. اهم. يعني فقه هذه الجماعة يعني على الرغم من الادعاء بالبراغماتية أننا فقه لم قاعدة لا يمكن أن يتغيروا يتغيّر. هل يا يمكن أخي. أن أنا في يتغيّر؟ الأخير نحن، لا أحكيك، نحن أحكي لك على الشارع الكردي والملف الكردي. اهم. في 2004 اهم. كنا مظاهرة أمام السفارة السورية في لندن، اهم. كان معنا شباب، هلا بعضهم صار عضو مجلس الشعب، كنا ب 8 أيوه. آذار ضد نظام بشار الأسد. صارت الانتفاضة القامشلي، أيوه. كم واحد نزل من غير الكرد؟ 3 4. اهم. وحتى نزلوا قال إذا بترفعوا العلم الكردي نحن بدنا ننسحب، يجب أن ترفعوا فقط العلم السوري أبو النجمتين، كان هذاك فخر هذاك الوقت، إمم. أبو النجمتين أو بننسحب. يعني هذا الأمر ليس بالجديد. هؤلاء يريدون، كانوا يريدون ولا يزالوا يريدون، أعضاء مجلس الشعب اللي هن صاروا شاهد زور، يريدون أن يقولوا للمجتمع الدولي أن الكرد جيدين معنا، ومن ليسوا معنا هم من الكرد الفاسدين أو الكرد الإرهابيين الانفصاليين. الانفصاليين. ماذا تقول لأولئك الذين يؤمنون بأن عبر مجلس الشرع وعبر هذه النظرة الشوفينية العنصرية سوف يحققون المطالب الكردية؟ هناك من يدعي من الأحزاب الكردية التي هي في مجلس الشعب وحتى خارج مجلس الشعب هناك من يقول ذلك. ماذا تقول مبروك لهم؟ عليكم، مبروك عليكم، مبروك عليكم. العنصرية الصدامية الجديدة، وهناك بعض العنصريين الأسديين في المجلس، وأقول أن من هم في المجلس بعضهم يتمنى أن يستيقظ في اليوم التالي ولا يرى كردي واحد في سوريا، وبعضهم يتمنى أن يستيقظ ولا يرى علوي أو درزي في سوريا. سؤال أخير أنت كيف بس ترى؟ نقطة بس نقطة، تفضل. أنت شوف تفضل. الشرع تفضل. بيحتفل باليهود، ونحن مع اهم. اليهود السوريين أهلا وسهلا يرجعوا على بلدهم، وبيحتفل بالرجع المسيحيين على وين؟ على جسر الشغور. وهذا طحان اللي صار رئيس استخبارات يكذب علينا، يكذب علينا ولا نقول لا اهم. يحدثنا بالحقيقة. قال بأنه هدول تهجروا نتيجة القصف النظام البائد. يا حبيبي نعم، اهم. بعضهم متهجر، ولكن لما دخلتم أنتم إلى الجسر
الحزب الإسلامي التركستاني وتنظيمات التطرف الإرهابي في العالم، الحزب الإسلامي التركستاني وضع العلم على صليب الكنيسة، والتسجيل موجود لدى المرصد إن اعتقدتم أنه سيحدث من الإنترنت. أيضا كل ما كان يقال على الطوائف وفكر ابن تيمية وقتل العلويين والدروز وحتى الكرد، يا أخي في واحد طول دبلوماسي قال لك الأكراد ملاحدة. مزبوط. طيب نحن ما عندنا ذاكرة ولا كيف؟ ولا بتعملنا ذاكرة على كيفك؟ حتى عجبني أنا طحان لما عم يعطينا الشريط الدعائي، هن بيحبوا تعرف بالسلطة ايه بسوريا ايه قضية البروباغندا الإعلامية ترندات والدعاية. ايه. الترندات هي دولة الترند هي. قال لك انه داعش لم تكن تهاجم المكونات فقط، كانت تهاجم الجيش الحر. يا اخي يا اخي ما تكذبوا علينا، اكذبوا على حدا ثاني، كله ايه مسجل عندنا بالصوت وبالصوره موجود، يعني كله ارشيف موجود. انتم كسبتوا على العالم وقلتوا والله حركه تشرين كانت خيانه، والثوار اللي قاموا ضد جمال باشا السفاح كانوا خوني. لكن ما راح تكذبوا علينا، يعني طالما عندنا نفس انا وانت وغيرنا موجودين من اصحاب الفكر الديمقراطي، سوف نقول الحقيقه اكيد. الى اخر دقيقه بهالحياه. يعطيك العافية أستاذ رامي، كنت ضيفا عزيزا وايضا على على سيره المحاكمات. طيب انا تفضل. صديقنا حسين الشرع اشاد مهم. بحافظ الاسد. طيب مزبوط. انت اجيت عم تحاسبني شوفير التاكسي هذا العلوي وشوفير السيرفيس يا حبيبي. طيب مع حسين الشرع والد الرئيس بالصوت وبالصوره كان عم يشيد بحافظ عليه. الاسد اول 6 سنين بحكمه، وعم يشيد بحرب تشرين. يا اخي روح حاكموا لنا كمان. مهم. تمام. شكرا جزيلا أستاذ رامي، كنت ضيفا عزيزا على قناة بكردي بودكاست، وإلى اللقاء في لقاءات أخرى، ونتمنى لك شكرا التوفيق لك. دائما، صوتا حرا لكل شكرا السوريين. لك. شكرا لك. سپاس بوجی تماشاوان هجا خلکا تایبت بو بريز رامي عبد الرحمن مربو حتى خلك كديب من خير خشيده وساعتها خوش.